بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة إبداعات أم رضان. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشوفوا في الصورة فأنا غنحضر معكم كيك يومي عادي بمقادير عادية، طريقة كذلك بسيطة جدا، الطريقة العادية اللي كنحضروا بها الكيك، غير هو عوض الفرص فغنستعملوا الفينو. صدقوني نتيجة كتجي رائعة جدا، حسن من الفرص، كيجي كيك هكا هشيش خفيف كذلك، يعني ما تيجيش معجن، تيجي هكا مهوي. يعني صدقوني نتيجة رائعة جدا. تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير وكذلك طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير فانا كنحتاج هنا 3 ديال البيضات. انا غادي نخدم او ميم طون ندير معكم المقادير باش ما نطولش عليكم هكا الفيديو. فغنستعمل 3 ديال البيضات بحجم متوسط، حيت عندي المول العادي يعني ماشي المول الكبير. 3 ديال البيضات بدرجة حرارة الغرفة. غادي نضيف عليهم هنا واحد ساشي ديال الفاني. هنا تقدروا انكم تستغناو على الفاني حيت غنديروا قشور البرتقال، انا هنا درتو بالبرتقال. عندي هنايا قشور ديال البرتقاله. غنستعمل كذلك ياغورت ديال البنان، تقدروا تعوضوه بالفاني، غير هو كيف ما كتعرفوا فالشوكولا كيتماشى مع البنان، وكذلك كيعطي واحد النكهه اللي هي زوينه، يعني كيحيد ديك الزفوره ديال البيض اللي كتكون في الكيك العادي اللي كنعرفوها. هنا ياغورت، وهنا غندير انا كاس كيف ما كتشوفوا الا ربع، ما عامرش ديال السكر، انا ما تنبغيش السكر، واصلا هذا هو القياس، يعني كيجي الحلاوه كتجي معقوله، كتجي هي هذيك. كذلك كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه. وغادي نستعمل كذلك هنا واحد كاس الا ربع ديال عسل البرتقال. صافي واحد رشيشه ديال الملح. غادي نطحن كلشي في الخلاط الكهربائي حتى كيتجانسوا ليا العناصر، ونرجع معكم باش نكملوا النواشف. هنا من بعد ما طحنته مزيان صافي كناخذ هكا شي بول ولا اي حاجه غادي نكمل فيها النواشف ديالي. بالنسبه للدقيق فانا عندي هنايا كيف ما كتشوفوا عندي كاس الا ربع ديال الفورس وجوج كيسان ديال الفينو. هنا ماشي السميده، الفينو، دقيق الفينو اللي كنديروا به هكا المسمن. غادي ندير الكاس الاول ديالو، وغادي ندير كاس الا ربع ديال الفورس. هنا اللي بغى يدير غير نص كاس كاع ديال الفورس يدير. صافي غنضيف 2 الاكياس ديال الخميره كيميائيه. انا باش نضيف كامل الكميه باش انايا كنخلط وكنشوف على حساب الخليط باش ما يتقلش ليا. صافي ونضيف عليهم هنا واحد ملعقه كبيره ديال الكاكاو. هنا كتبقى اختياريه، تقدروا ديروها بالشوكولا قد ما انكم تقدروا ديروها فقط بمذاق البرتقال. صافي غنخلطهم مزيان، وغادي نضيف الا بلي خليط مازال سائل فانا غنزيد الفينو. هنا بالنسبه للخليط فما خصوش يكون ثقيل بزاف، كيف ما كنعرفوا فالفينو كيشرب، فانا كنخلط مزيان حتى كيشرب ليا واحد شويه دوك السوائل، عاد كنضيف الكميه الاخرى. وقد ما ان الخليط كان خفيف قد ما انها كتجي هشيشه، يعني ما كتجيش هكايا ثقيله. كما كتشوفوا هنا الخليط باقي خفيف، غادي نضيف واحد الكميه. مازال عندي هنا خصني نزيد واحد شويه ديال دقيق الفينو. كما كتشوفوا هنا فما تضيفوش السوائل دفعه، ما تضيفوش الفينو دفعه واحده باش هكا ما يتقلش لكم الخليط. انا كنضيف شويه بشويه. كيف ما كتشوفوا فراه ما تكتبش ليا رقم 8 بحال شكل ديال الفورس، كيبقى الخليط خفيف. هنا ضروري يبقى الخليط خفيف باش تكون الكيكه زوينه. هنا خديت داك المول العادي، وتقدروا ديروا اي مول عندكم، دهنتو شويه بالزبده وبشويه، رشيتو بشويه ديال الدقيق، وكنخوي فيه الخليط. صافي. وفي هذا الاثناء فانا كندخل دائما الكيكه على الفران كيكون بارد.
يعني بما انها ديال الفينو وخفيفه عندنا الخليط، فما غنجهدوش عليها العافيه، غنديروها مهيله باش هكايا يلاه كطيب في خطرها، يعني ماشي كتاخد يدك تحمر والداخل تيبقى خضر. صافي غندخلها هكا على نار مهيله حتى كنشم الريحه ديالها، عاد كنفتح عليها الفران كنخليها تحمر من الفوق صافي وكنخرجها. كيجي هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتلاحظوا، فراه كتجي خفيفه كتجي زوينه، يعني ماشي حتى بحال الشكل ديال الفورص، كتجي شويه ثقيله. صافي هنا انايا غنزينها فقط بدانيت شوكولا، اولا هذا دسر ديال الشوكولا، اولا اي حاجه عندكم شوكولا مذوبه، ولا تقدروا دهنوها فقط بالعسل اولا كونفيتور وتحكوا عليها شويه ديال الشوكولات اولا شوكولا فيرميسيل، كيبقى لكم الاختيار واللي متوفر عندكم. انا هنا درت دسر شوكولا، صراحه هو كيعطيها واحد المذاق زوين. هنايا بالنسبه للكيك وخف بالفينو فما كيحتاج اننا نسقيوه لانه ما كيجيش ناشف بحال الشكل ديال السميده. صافي وهنا عندي انا كاوكاو محمر ومطحون، ندير عليه واحد الاضافه من الفوق. صافي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. صراحه كتجي زوينه. انا دابا منين جربتها الصراحه بالفينو ما بقيتش كندير الفورص، فدائما وليت كنديرها غير بالفينو. كيجي هذا هو الشكل ديالها، فراه كتجي عاديه طالعه حتى هي يا مفشفشه، كتجي بحال الكيكه اللي كنصوبو بالفورص. صافي انا نقطع معكم واحد المورسو باش تشوفوا الشكل من الداخل كي كيجي. كيكون هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا. انا نقرب لكم الكاميرا، فراه كتجي خفيفه كتجي غزاله، يعني صدقوني كتجي زوينه. هنا غنوريكم بعد واحد الفيديو انني كنت درتها قبل غير ما صورتهاش، ولكن درتها بذوق البرتقال كذلك. شوفي كتجي هنايا غادي يبان لكم القوام ديالها بالضبط كيف كيجي، لانها يعني ماشي هكا قهويه بالشكلاط، بما ان صفرا كيجي القوام ديالها غزال. هذه غير بالبرتقال دهنتها بالعسل وحكيت عليها واحد شويه ديال الشوكولا، حتى هي كتجي رائعه جدا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.